السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده، هي واحد الاكله ليبيه سميتها الرشده. اليوم غادي نوريكم كيفاش كنطيبوها وشنا هي اصلا في الاساس، شنا هي الاكله او الاكله. المهم، اول حاجه غادي نشدوا الطنيجره ديالنا، غادي نحطوا فيها الزيت، نحطوا فيها شويه ديال البصله. للعلم هذه راه ماشي هي كميه البصله كامله اللي درتها، تقريبا واحد 4 ديال البصلات هكا متوسطين في الحجم ديالهم. غادي تشدوا كميه ديال الدجاج اللي نتوما بغيتو، يعني على حساب قياسكم نتوما يا شنو باغيين. وغادي تشدوا واحد 2 المعالق حتى 3 ديال المعالق ديال المطيشه ديال الحك. هنايا ماما راها زادت مطيشه الحك. مور ما دارت هاد 2 المعالق حسيت باللي راها باقي ناقصها واحد شويه، وزدت ليها معلقه اخرى. وهنا غادي تبقاو تحطوا العطريه اللي عندكم، فلفل كحل، فلفل حمار، المهم العطريه اللي عندكم كامله، شويه ديال المليحه. وغادي غادي تسدوا عليها، تخليوها واحد شويه هكا تطيب واحد شويه، تدخل في بعضياتها. وهانتوما معايا. هنايا ماما حطات واحد المعلقه ديال الهريسه، طبعا اختياريه، اذا ما عندكمش او ما كتبغيوش الماكله هكا تكون حاره، يعني ما ديروها. هنايا كنخلطوا مزيان هذوك المكونات اللي حطينا في الطنيجره ديالنا، وكنزيدوا واحد زليفه صغيره ديال الحمص. المهم على عينكم ميزانكم، اذا بغيتوا الحمص اكثر من البصله او اذا بغيتوا البصله اكثر من الحمص، نتوما والاختيار ديالكم. غير هو يعني في هذه الوصفه، يعني الاساسي فيها هي البصله والحمص، يعني ما كيجي معها لا خضره لا والو. هنايا كنغطيوها وكنخليوها تقريبا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وكندوزو المكون الاساسي ديالنا في هذه الوصفه كامله اللي هي الرشده. اذا لقيت التفاعل في هذا الفيديو اللي غادي نحط لكم، غادي نوريكم الطريقه ديال الرشده كيفاش ديروها غير في الدار. المهم حنايا هذه كنا شارينها، ولكن كاين اللي كيديرها في الدار وكاين اللي كيشريها. حنا الحقيقه يعني الوقت ما كانش سادنا، فصيفطنا خويا المحل وجابها لينا واتيه. كما كتشوفوا هي كتكون رقيقه. المهم شداتها ماما، فكاتها على قدر ما، يعني على قد ما قدرات. المهم خاصها تفك مزيان، وكتحطوا فيها واحد شويه ديال الزيت هكا، وكتبقاو يعني بحال قلتو تحكوا فيها او كتدخلوا فيها الزيت قبل ما تحطوها. يعني هذه اول مره غادي تحط، خاصكم تحطوا فيها الزيت. هنا مور ما كنفكوها مزيان كنزيدوا عليها الحرارات. هي بزاف ديال العطريه اللي مخلطه مع بعضياتها.
هنا فاش حطينا الرشده في الكسكاس ديالنا، غادي ندوزو لهذيك الطنيجره اللي حطينا فيها الدجاج ومهم اللي حطينا فيها هادشي. غادي نزيدو لها تقريبا واحد كاس ونص ديال الماء، وغادي نحط الكسكاس فوق منه يطيب واحد شويه. من بعد غادي نحيد داك الكسكاس وغادي نزيد البصله. المهم انا كنعطيكم من دابا باش يعني تفهموا عليا واحد شويه. كنخليو الكسكاس يطيب واحد شويه، من بعد كنحيدو الكسكاس كنزيدو البصيله ما كنحطوهاش من الاول، حيت اذا حطيناها من الاول غادي تذوب لينا بزاف وما غاديش تبقى باينه. هنا تقريبا فاش دازت واحد 10 ديال الدقائق حيدنا الكسكاس وزدنا البصيله ديالنا اللي هما تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال البصيلات، المهم على حسب نتوما شحال باغيين. وكنحطوا الكسكاس من بعد. ملي كتنزليه من الكسكاس كديري له الدهان ديال الملقه، تكوني زايده الملقه زايده فيها شويه ديال الليدان باش تدهنيه بها، فهمتيني؟ صافي هكا خلاص بقى لها غير تسكيه، نرضها شويه في الكسكاس ونسكيها بعدين وخلاص تبقى سخونه. وهكا الرشيده ديالنا او الرشده الليبيه طابت. طبعا انا عطيتكم الطريقه ديال ماما، كاين اللي كيدير فيها بزاف ديال الحوايج اخرين، كاين اللي كيحط القرفه، كاين اللي كيحط ما زهر تقريبا. المهم كل واحد وكيفاش كيبغي يديرها، وكل واحد وكيفاش الطريقه ديالو. المهم انا ماما كديرها بحال هكا، يعني ما شاء الله كتجينا زوينه بزاف وكنعشقوها حنا كاملين في الدار، كنعشقوا الرشده. ممكن اذا حطيتي لنا كسكسو والرشده غادي نفوتوا الكسكسو وغادي ناكلوا الرشده. المهم كنتمنى هاد الوصفه تكون عجباتكم، وكنتمنى نكون انا فاش كنهضر كنعرف نشرح لكم، حيت انا واحد الانسانه ماشي اجتماعيه بزاف، ويعني ما كنخرجش بزاف اصلا من الدار، فما كنعرفش نهضر وما كنعرفش نعبر اصلا. فكنتمنى انكم تكونوا كتفهموا عليا. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المشاهده، وشكرا اي واحد كيدعمني، وشكرا لاي واحد اشترك في القناه ديالي. نشوفكم امتى وفين وفوقاش في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنت معكم مونيا، بسلامه.